الموساد عندما يفشل أخطر جهاز مخابرات في العالم. في عام 1997 وقف رجل في شارع هادئ في العاصمة الأردنية عمان. لم يسمع صوت رصاصة، لم يرى قاتله، لكنه كان على بعد ثوان من الموت. القاتل لم يكن مجرماً عادياً، بل عميل في جهاز يعتبره الكثيرون أخطر جهاز مخابرات في العالم، الموساد. لكن ما حدث بعد ذلك لم يكن ضمن الخطة. هذه ليست قصة نجاح، بل قصة فشل فضح الموساد أمام العالم. الموساد جهاز صنع ليفشل. أسطورة الموساد. منذ تأسيسه عام 1949 بنى الموساد سمعة مرعبة. جهاز يعمل في الظل، لا يعلن عن عملياته ولا يعترف بأخطائه. العملية الأولى عملية خالد مشعل، الكارثة. سبتمبر 1997 عمان الأردن. هدف الموساد خالد مشعل. الخطة كانت بسيطة، عاملان يقتربان من الهدف، يرشان سماً قاتلاً ويختفيان. لا صوت، لا دليل. عملية مثالية. لكن حدث خطأ صغير غير كل شيء. أحد حراس مشعل لاحظ الحركة. بدأت المطاردة. تم القبض على العملاء أحياء. لأول مرة عملاء الموساد في قبضة دولة عربية. الملك حسين كان غضباً شديداً. هدد بفضح إسرائيل عالمياً. لم يكن أمام إسرائيل خيار. اضطروا لإرسال الترياق لإنقاذ الرجل الذي حاولوا قتله. تخيل ذلك، الموساد أنقذ هدفه. ليس هذا فقط، بل أجبرت إسرائيل على إطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين. كانت هزيمة استخباراتية كاملة. فضيحة ليلى همر، الرجل البريء. 1973 ليلى همر، النرويج. الموساد كان يبحث عن رجل واحد، لكنهم قتلوا الرجل الخطأ، أحمد بوشيكي، نادي البسيط، بلا أي علاقة بالإرهاب. الصدمة، الشرطة النرويجية ألقت القبض على عملاء الموساد. تم التحقيق معهم وسجنهم. في فضيحة عالمية، الموساد انكشف قدام العالم. الفضيحة الثالثة، دبي، عندما كشفت الكاميرات كل شيء. في 19 يناير 2010 وصل القيادي في حماس محمود المبوح إلى دبي، وأقام في فندق البستان روتانا فريق اغتيال مكون من نحو 27 عاملاً يعتقد أنهم من الموساد. دخلوا دبي بجوازات سفر أوروبية مزورة وراقبوه منذ وصوله. عندما دخل غرفته قام الفريق بفتح الباب إلكترونياً وتخديره، ثم قتله داخل الغرفة، وغادروا دون إثارة الشبهات. في اليوم التالي تم وجوده ميتاً، واعتقد المنفذون أن العملية نجحت بسرية. لكن شرطة دبي بقيادة ضاحي خلفان كشفت تسجيلات الكاميرات ونشرت صوراً وتحركات المنفذين بالتفصيل. أدى ذلك إلى فضيحة دولية بسبب استخدام جوازات سفر مزورة، وطردت عدة دول دبلوماسيين إسرائيليين. الخلاصة، الحقيقة التي لا يريدونك أن تعرفها: الموساد ليس أسطورة، ليس خارقاً، إنه جهاز بعملاء بشر يخطئون، يفشلون وينكشفون. لكن هناك سؤال أخطر: إذا كانت هذه العمليات الفاشلة قد أصبحت معروفة، فكم عملية فاشلة أخرى نجحت إسرائيل في إخفائها؟ في عالم المخابرات الحقيقة نادراً ما تظهر، والموساد ليس استثناءً. إذا أعجبتك الحلقة لا تنسى الاشتراك، لأن الحلقة القادمة ستكون أجمل في قناة فن الخدار.